صرح بدر بانون مدافع المنتخب المغربي ونادي قطر القطري أنه تعرض لظروف صعبة في الشهور الماضية على خلفية الإصابة التي تعرض لها بفيروس كورونا وأدت إلى غيابه عن الملاعب خلال فترة تواجده مع النادي الأهلي المصري. وقال بدر بانون باكيا في تصريحات عبر شاشة بي إن سبور اليوم السبت إنه أكثر إنسان سعيد بسبب دخوله التاريخ رفقة منتخب بلاده في كأس العالم. وأضاف بانون أنه كان يتمنى وصول منتخب بلاده إلى المباراة النهائية والفوز باللقب المونديالي بعد المستويات التي قدمها المنتخب المغربي. ووجه بانون الشكر إلى مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بعد قرار الأخير باستدعائه في مونديال قطر. وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يصل لدور نصف النهائي قبل الخسارة من منتخب فرنسا بنتيجة 2-0، ثم خسارة مباراة تحديد الثالث والرابع من منتخب كرواتيا بنتيجة 2-1.